السلام عليكم. اليوم درسنا انقسام الخلية. الهدف من انقسام الخلية طبعا هي من العمليات المعقدة جدا. هذا اجانا وزاري بسنة 2016 دور أول. ما الهدف من انقسام الخلية؟ الهدف هو مضاعفة المادة الوراثية كميا مع ضمان توزيعها بشكل متجانس بين الخليتين الناتجتين من الانقسام. أكيد من تنقسم الخلية شو نحصل؟ على عدد أكثر من الخلايا، تتضاعف الخلايا وأيضا تتضاعف المادة الوراثية اللي بداخل الخلية. إذا الهدف من انقسام الخلية هي مضاعفة الخلية ومضاعفة المادة الوراثية اللي بداخل الخلية. أكو عندنا أنواع من الانقسامات. أكو مباشر، يعني خلية وحدة تنقسم تصير اثنين، الخلية الواحدة تصبح خليتان، كل واحدة لها جزء من كروموسوم الخلية الأصلية من المادة الوراثية للخلية الأصلية. هذا انقسام مباشر كلش سهل، يحدث في الأحياء الواطئة كالبكتيريا والطحالب الخضر المزرقة، اللي هي الخلية تصير كل وحدة تصير اثنين، وكل وحدة تحوي جزء من المادة الوراثية من الخلية الأصلية. هذا يسموه لا خيطي، مباشر أو لا خيطي، يعني الكروموسومات ما راح تظهر لك بشكل خيوط. شنو لا خيطي؟ يعني الكروموسومات لا تظهر بشكل خيوط. بينما الانقسام المباشر غير المباشر أو الخيطي الكروموسومات تظهر بشكل خيوط، الكروموسومات تظهر بشكل خيوط. طبعا الانقسام الخيطي او الغير المباشر، شنو غير مباشر؟ يعني يمر بعدة مراحل ويسموه الاسم الاخر اللي هو الخيطي. يعني الكروموسومات تصبح خيطية الشكل. انا اسمي رحلة الانقسام او انقسام الخلية احسه كأنما رحلة سفر. في رحلة السفر قبل ما تبدي عملية الانقسام الاصلية ايش راح يكون هناك؟ قبل ما تبدي هذه العملية مال الانقسام الأصلية راح تكون عدة مراحل. أول شيء الأطوار هي الرئيسية لعملية الانقسام هي تمهيدي، استوائي، انفصالي ونهائي. تمهيدي، استوائي، انفصالي ونهائي. بس قبل التمهيدي والاستوائي والانفصالي اكو طور اسمه الطور البيني، اللي هو انا قلت لكم اسميه مثل عمليه المسافر اللي يحضر جنطته. فقبل ما يبدي يسافر، قبل ما يبدي بالاطوار الاربعه، راح يبدي يحضر جنطته اللي هي شنو بيها؟ شو يخلي بيها بروتينات جزء. اذا كل شيء يخص البروتينات او الجزيئات كلها تتضاعف. وين هاي تكون؟ بالطور البيني. بالطور البيني تتضاعف البروتينات، تتضاعف الجزيئات، يتضاعف الكروموسوم، الكروموسوم يصير يشبه الخيوط ويتضاعف. هو اكثر من واحد بس يبدو يعني كأنه كروموسوم واحد. يتضاعف البروتينات، يتضاعف الكروموسوم، يتضاعف الجسيم المركزي. احنا مثل ما نعرف كل خلية حيوانية تحتوي على جسيم مركزي واحد. فهي قبل ما تبدي عملية الانقسام راح يتضاعف الجسيم المركزي لكي تبدأ عملية الانقسام. أريد أسجل عندك ملاحظات مهمة. كل كلمة تكوين يعني في الطور النهائي. كل كلمة تكوين يحدث في الطور النهائي، معناه بالنهائي، لأن هو ايش حيجيب لك بالوزاري؟ يقول لك ما الطور أو ما الدور الذي تحدث فيه العمليات الآتية. إذا قال لك تكوين، مثلا تكوين الصفيحة أو تكوين الغلاف النووي، ايش حتكتب له الجواب؟ يكون في الطور النهائي. ما عدا تكوين خيوط المغزل والنجم، هسه نشرح عليها، تظهر في الطور التمهيدي. تكوين خيوط المغزل والنجم في الطور التمهيدي. واضح هسه؟ بالطور البيني شي يصير؟ تتضاعف البروتينات، تتضاعف الجزيئات، بعد شي يصير؟ عندنا يتضاعف الجسيم المركزي المهم في عملية انقسام الخلية الحيوانية. هسه نجي على الطور التمهيدي. لاحظ هنا أمامك مثل ما تلاحظ هذا الرسم جدا مهم. أطوار الانقسام الخيطي في الخلية بالطور البيني
راح نشوف النواة، ونشوف الغلاف النووي، ونشوف النوية. وراح شي يصير هنا؟ تتضاعف البروتينات، تتضاعف الجزيئات، يتضاعف الجسيم المركزي. الجسيم المركزي مو كان واحد، صار اثنين، هذا على شكل تي، هذا على شكل تي، يتضاعف الجسيم المركزي، هذا كله بالطور البيني. وتظهر الكروموسومات بشكل خيطي متضاعفة. هنا يبدو الكروموسوم يبدو كأنه كروموسوم واحد، بس هو بالحقيقة كروموسومين. زين، بالطور التمهيدي راح يتباعد الجسيمات المركزية اللي تكونت من قبل. هذا جسيم مركزي راح يبتعد، واحد يبتعد عن الآخر، وتظهر خيوط المغزل. يظهر النجم هاي الخيوط اللي فوق الجسيم المركزي، وتظهر خيوط المغزل. هسه اذا جاب لك بالوزارة يقول لك ما الطور او ما الدور الذي تحدث فيه العمليات الآتية؟ اولا تكوين المغزل، شو تقول له؟ تقول له بالطور التمهيدي. زين، خيوط المغزل، النجم، ظهور النجم بيا طور، تقول له بالطور التمهيدي. لاحظت؟ وتبدو الكروموسومات واضحة، كانت بالطور البيني على شكل خيوط، بس بالطور التمهيدي يظهر الكروموسوم اكس هياته مبين مو على شكل خيط. بالطور البيني تظهر الكروموسومات على شكل خيوط، بالطور التمهيدي تظهر الكروموسومات على شكل كروموسوم واضح، ويحتوي على جسيم مركزي بالنص، على جسم مركزي بالنص مبين، يعني واضح مو على شكل خيوط. هنا شي يصير بالطور التمهيدي؟ بالطور التمهيدي اولا تظهر الكروموسومات بشكل واضح، اثنين يتكون خيوط المغزل والنجم، ثلاثة تختفي النوية تختفي، وتبدو النواة واضحة لأن تريد تنقسم. إذا تختفي النوية ويختفي الغلاف النووي. ليش يختفي الغلاف النووي بالطور التمهيدي؟ الغلاف النووي يحيط بالنواة يختفي حتى يفسح المجال لعملية الانقسام، حتى تتحرك الكروموسومات بحرية في الخطوات اللاحقة. إذن بالطور التمهيدي شو يصير؟ تختفي النوية ويختفي الغلاف النووي، وتظهر الكروموسومات واضحة، وتظهر خيوط المغزل، وتظهر النجم اللي يحيط بالجسيم المركزي. وراها بالطور الاستوائي راح تصطف الكروموسومات في خط استواء الخلية بالنص، تتصفط. بالطور الانفصالي حتنفصل الكروموسومات. زين، بالطور النهائي حيتكون، هاي ملاحظة مهمة، كل كلمة تكوين معناها في الطور النهائي. إذا تكونت الغلاف النووي، إذا تكون الغلاف النووي إيش هتقول؟ هتقول في الطور النهائي. إذا تكونت خليتين جديدتين في الطور النهائي. بالطور النهائي إيش حيصير؟ تنفصل أول شيء الانفصال نووي، يعني النواتين تنفصل، بعدين انفصال او انقسام سيتوبلازمي، يعني السيتوبلازم ينفصل وينقسم، والخلية الوحدة تصير اثنين. انتهى.